السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب ثانوية عامة أينما كنتم. أنا قعدت والله العظيم 3 أيام ورا بعض، أكيد مش 3 أيام كلهم يعني، عمال بحط لكم خطة من القلب للمراجعة، خطة من حبيب لحبيبه. وقعدت أفكر إزاي إن إحنا في الفترة الجاية دي ولادي في كل حتة، اللي قصر واللي ما قصرش واللي مراكم شوية واللي ملتزم وكله يقدر يستفيد أقصى استفادة ممكنة ويتعامل معاه الصح في الفترة الجاية دي إن شاء الله بإذن الله. طيب، فحطينا خطة مراجعة سميناها الخطة الشاملة للحصول على الدرجة الكاملة، أو الخطة اللولبية للحصول على الدرجة النهائية. الخطة دي قائمة على إيه؟ قائمة على رقم 1 إنها تكون شاملة فعلا. يعني ما بقاش عمال شغال على الجرامر ولا شغال على الفوكاب وما بعرفش اكتب رايتنج، ما بعرفش اكتب باراجراف وما بعرفش اكتب اساي. ما كنتش بعرف اعمل الحاجتين دول وضعيف في الريدنج او في القطعه. ما كنتش بعمل ده كله والترجمه عندي مضروبه. قائمه على ان احنا هنراجع الجرامر كله من الصفر، مش بس الجرامر العادي، لا كمان الجرامر التراكمي كله محطوط له خطه كامله زي ما هوريكم دلوقتي. قائمه كمان على ان انت مش بس تاخد النظري بتاع الباراجراف والرايتنج والاسيز وكده، لا لازم تكتب بنفسك ونقيمك وتتعود على الكتابه. الستوري تتراجع كلها من الصفر. اللغويات والفروق اللغويه بين الحاجات باليونت من البدايه خالص للنهايه. امتحانات تمتحن امتحانات مكثفه وتحل كم تمارين شامله وجزئيه بالهبل، لان انت عارف وجهه نظري في الفتره دي كثير من الممارسه والحل اهم من القراءه والمذاكره نفسها. فالخطه مبنيه على كده، وهي عباره عن 10 ويك بلان، يعني خطه 10 اسابيع. بنحط تارجت لكل اسبوع، وفي اخر الاسبوع نمتحن على ده. ندخل على تارجت الاسبوع الثاني، نيجي بعد الاسبوع الثاني نمتحن على محتوى الاسبوعين لغايه ما نروح تدريجيا للشامل والكامل. ومش دي المراجعه الوحيده اللي هنعملها. بعد كده من يوم 1/6 المراجعه دي خطتها ان هي هتبقى 3 و4 و5، شهر 3 و4 و5 هنكون خلصنا فيها كل الحواديت اللي انا بقولها لك دي. وهشرحها لك بالتفصيل دلوقتي. من يوم 1/6 هيتعمل معسكر، يعني هسيب لك طبعا الوقت كافي لاول ماده، لكن هيتعمل معسكر هيتعمل فيه المراجعه الثانيه مكثفه جدا، هيبقى ليها خطه ثانيه هنشرحها لك، وبعد كده المراجعه الثالثه بتاعت ليالي الامتحان. انا عاوز اقول لك وعد مني، وعد مني قدام ربنا سبحانه وتعالى، لو انت التزمت معايا بما يرضي الله واشتغلت شغل جدعان، اضمن لك باذن ربنا ان في ال3 شهور دول مستواك يعلى جدا ويتغير تغير طفري. بس بشرط، احنا في مركب، انا ادف باليمين انت تأدف بالشمال، ولي الامر يزقنا زقه المركب تمشي. لكن لو انت مفكر ان انا معايا عصايه سحريه اغير لك بيها مستواك، لا، لازم يبقى عندك القناعه ان انت هتبذل مجهود معايا وهتمشي على الخطه كما هي، وانا مش حاطط لك اي ارهاق خالص ان انت تجتهد في حاجه، انت بس تمشي قريب. اللي انا اقول لك عليه اعمله، وكمان هكون موفر لك كل المصادر اللي انت محتاجها لتطبيق هذه الخطه. فكل اللي انا طالبه منك الديسيبلين او الالتزام والانضباط فقط يا عزيزي. وهنزل لك كل المصادر دي. مش كده وبس، هيكون كمان للناس الطموحه او اللي عندها كمان يعني مجهود اضافي، بيكون نازل كمان حاجات اختياريه. الحاجات الاختياريه دي عباره عن امتحانات، عن قطع كمان اضافيه زياده عن الخطه بتاعتنا، عن رايتنج، عن تراجم، عن اسئله في الجرامر، عن اسئله في الفوكاب. في الحاجات دي دول اكسترا اختياري غير الخطه بتاعتنا اللي هي الاجباري. انا بعمل لك ايه؟ بوفر لك المصدر، بوفر لك نماذج اجابه PDF، وكمان بوفر لك فيديوهات شرح تفصيلي لكل الماتيريال دي. فيعني اظن كده مالكش حجه. بس لو انت من ذوي القلوب الضعيفه وعاوز تأنتخ ومش مستعد انك تبذل مجهود، انصحك ان انت ما تتابعش معايا اي حاجه خالص. تعالى اوريك خطه ال10 اسابيع، وهي الخطه الشامله للحصول على الدرجه الكامله يا عزيزي. الخطه مبنيه على تارجت لكل اسبوع، وفي نهايه كل اسبوع امتحان زي ما انت شايف. ويك 1 بص بقى ايه يعني ايه فكره ان هي شامله. بص معايا: جرامر، ستوري، الكتابه وعلامات ترقيم، الريدنج، الترانسليشن، محطوط تارجت لكل حاجه.
كل حاجه هتتشرح بالنسبه للطلبه السنتر، هتتشرح من الصفر بنظام معين للحصه، والاجزاء التراكميه والحاجات دي هيتعمل فيها فيديوز للحاجات القديمه وكده. فبالتالي هتحضر معايا جزء في السنتر، والاجزاء الجرامر التراكمي والحاجات اللي زي كده هنزل لك فيها فيديوهات وتمارين وحاجات زي كده تكميليه. طيب بالنسبه لحبايبي بتوع الاونلاين على مستوى الجمهوريه، هينزل لك التارجت بتاع الاسبوع فيديوهات صغيره 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 كده، اجزاء اجزاء اجزاء، ادي الجزء بتاع الجرامر، ادي الجزء بتاع كذا. هتسمع الشيتات، انا مش هسيبك في متابعه من نار. لازم بتسمع شيتس، لازم بتحل تمارين وبتسلم التمارين دي، ومش هيتسمح لك ان انت تدخل الحصه الا لما تكون مسمع الشيت، ومش هيسمح لك ان انت تحل التمارين وتنزل معايا البسين ونحل عملي مع بعض في الفيديو الا لما تكون ذاكرت الدرس، ومش هيسمح لك انك تعمل اللي بعده غير لما تكون خلصت اللي قبله، من باب المحبه ان انا هضغط عليك، لان كلنا ما بنجيش غير لما يكون في حد ممشينا وحد منظمنا وماشي معانا بخطه معينه. غير كده كمان، غير ده بقى كله اللي هو هيتحط لك بقى، هنمشيك، هنعرفك على طول تارجت كل اسبوع. يا جماعه خلوا بالكم الاسبوع الجاي احنا هناخد 1 2 3 4، تستلم مني دي PDF مع توضيح بقى تفصيلي ليها بالتواريخ بكله، ومعمول حساب كل حاجه، معمول حساب الاجازه بتاعت العيد، معمول حساب كل حاجه يا صديقي. وهنوفر لك PDF بيها، وهنوفر لك شرح تفصيلي لهذه القصه. مش كده وبس، انت مش لوحدك، احنا هنقدر نتابعك انا والتيم بتاعي، وعلى راسهم العبد الفقير. هنتابعك من خلال واتساب، لو واقف عليك اي حاجه ما انتش فاهمها، وان شاء الله ده مش هيحصل، بتصور الجمله وتبعتها لنا، وببعت لك شرح فويس، شرح تفصيلي لهذه الجمله، او بعمل لك لينك لفيديو في شرح القاعده دي عشان ترجع له. وكمان بنوفر لك فيديوهات قصيره كتير على القناه بتاعتنا على يوتيوب وتيك توك والحاجات دي. الفيديوهات دي بقى مش مجرد ماركتنج ولا كلام، لا ده فيها شرح. هتلاقي فيديو قصير بيقول لك الفرق بين كلمه مورال والمورال اللي في اخرها اي، فبالتالي دول ممكن يجوا لك في تشوز، وفي اقل من دقيقه هقوم هشرح لك القاعده. فهوفر لك كمان اكسس ان انت تقدر تدخل للفيديوهات القصيره الكتير اللي بتلم القواعد اللي هي الايه الرفايع الصغيره اللي بتبقى على العروسه دي. ان شاء الله باذن الله تبقى فتره مراجعه فعاله جدا جدا. واهو يعني انا حاطط لك هنا بالتواريخ بكل حاجه لحد ما نخلص فتره المراجعه الاولانيه. يعني ان شاء الله باذن الله كله بتوفيق ربنا، بس مش سايبين حاجه للظروف. انت هتكون في ايدك، عارف يوم ايه هتعمل ايه بدقه، والانضباط والتنظيم والتخطيط ده اصل من اصول النجاح. ايدك معايا يا صاحبي عشان ربنا يفرحنا بيكم ويقبل بخاطرنا فيكم السنه دي ان شاء الله باذن الله. قولوا امين.